السلام عليكم. ازاي اذاكر وانا في كلية الحقوق، خصوصا بعد اعلان بعض الجامعات انه هيتم رجوع نظام المقالي تاني؟ طيب انا عندي 3 اسئلة بتتسأل في الموضوع ده. السؤال الاول بيقول ايه؟ بيقول هل هيتم الغاء نظام البابل شيت واحلال محله نظام المقالي؟ السؤال الثاني، ما هي فائدة نظام المقالي؟ السؤال الثالث وده الاهم بالنسبة للطلبة، ازاي اذاكر المقالي؟ طيب اول حاجه فيما يتعلق بهل هيتم الغاء نظام البابل شيت واحلال محله نظام المقالي، انا عايز اطمنك مفيش حاجه اسمها الغاء نظام البابل شيت، مفيش حاجه هتتلغي. كل اللي هيتم ان هو هيتم ترك للدكتور حريه او مساحه في انه يجيب، عايز يجيب الامتحان بابل شيت يجيبه، عايز يجيب الامتحان مقالي يجيبه، هو وحريته. في دكاتره هتحب تعمل مزيج كده من الاثنين، يعني يجيب لك امتحان فيه بابل شيت ومقالي، لكن فكره انه هيتم الغاء امتحان البابل شيت خالص مفيش الكلام ده. كل كليه او كل دكتور هيبدا يحدد. الاول كان في جامعات بتلزم الدكتور بانه يحط بابل شيت، لا ده مش هيحصل. امال ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان البابل شيت هو هيبقى ليه حريه ان هو يحط الامتحان مقالي وانه يحط الامتحان بابل شيت، هو وحريته. طيب الاجابه، السؤال الثاني اللي هتم الاجابه عليه، هل هو في فايده لنظام المقالي؟ طبعا في فايده لنظام المقالي. طب ايه الفايده؟ قال لي في فايدتين. الفايده الاولانيه ان امتحان المقالي في بعض الدكاتره وهي بتحط البابل شيت كانت بتقرف الطلبه. يعني ايه بتقرف الطلبه؟ يعني بتخلي الطالب بتضايق الطالب جدا. بتضايق الطالب ازاي؟ بتضايق الطالب بان هي ما بتعرفش تجيب نظام، بتجيب امتحان بابل شيت ويجيب لك اسئله لا انت فاهمها ولا انت عارف تجاوبها ولا انت فاهم اي حاجه. فدي طبعا مشكله كبيره جدا. فانت بتحاول من خلال الموضوع ده او من خلال امتحانات المقالي مع الدكاتره دي ان درجاتك تعلى. هي فعلا درجاتي هتعلى مع الدكاتره دي طبعا مقارنه بالبابل شيت اللي كان هو بيجيبوا لك قبل كده، واللي انت ما كنتش بتبقى فاهم الصيغ بتاع الاسئله ولا انت عارف هو صح ولا غلط ولا انت عارف تختار ايه، لان هو جايب لك سؤال اصلا مش مفهوم. لا، هيجيب لك اكتب في كذا، فانت اسلوبك هو اللي هيحدد بعد كده وكتابتك هي اللي هتحدد درجتك. فانت مش هتخضع لايه، لفكره ان الدكتور ممكن يجيب لك امتحان كله مش مفهوم فانت تجيب 10 او تجيب 12 او اي حاجه. لا، هتبدا طالما انت اسلوبك كويس وبتكتب كويس وبتكتب عناصر وبتكتب الكلام ده كله فانت هتاخد درجات. فده طبعا بالنسبه لبعض الدكاتره بيبقى بالنسبه لك انت افيد ليك. ليه؟ لان في دكاتره ما بتديش درجات في البابل شيت، بتجيب امتحان بتتفنن، بيقول لك ده مش هيكتب، فبيتفنن في ان هو يجيب امتحان بابل شيت صعب عشان يقرفك فيه، عشان تكره نظام البابل شيت، لان معظم الدكاتره بتكره نظام البابل شيت. طيب الفايده الثانيه ايه؟ دي الفايده الاولانيه ان في دكاتره بتجيب امتحان صعب. طيب الفايده الثانيه ايه؟ الفايده الثانيه ان خريج كليه الحقوق اصلا هو لما بيطلع بيعمل ايه؟ معظم الناس بتشتغل ايه؟ بتشتغل محامين. فبيبقى دوره ايه؟ دوره ان هو يصيغ عقد، دوره ان هو يكتب مذكره، دوره ان هو يكتب صحيفه دعوه، يكتب طلب. كل الحاجات دي عايزه صياغه، عايزه واحد بيعرف يكتب. الحاجات دي كلها انت مش هتتمكن منها الا من خلال انك انت تكون راجل بتعرف تكتب كويس. طب انت هتتعلم الكتابه ازاي لما انت نظام البابل شيت بيخليك تقرا مره واثنين وثلاثه وتفهم والموضوع خلص؟ فانت محتاج انك انت تدرس كويس جدا وتكتب كتير وتكتب كويس عشان تقدر انك انت لما تطلع تصيغ كويس جدا. فطبعا ده مهم جدا 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 فيما يتعلق بمستقبلك انت. ده هيخليك لو انت اشتغلت المحاماه، اشتغلت شؤون قانونيه في شركه، بقيت قاضي، بقيت وكيل نيابه، بقيت ضابط، بتصير اي مكان هتشتغل فيه طالما انت بتكتب ومتعود على الكتابه هيظبط معاك الدنيا. طيب الحاجه الثالثه والمهمه جدا ان هو هيرفع درجاتك. هيرفع درجاتك ازاي؟ ما انت لو بتذاكر كويس وبتصيغ كويس هتاخد درجات عاليه جدا. طيب السؤال الثالث اللي هنرد عليه، ازاي اذاكر المقالي؟ هو المقالي مذاكرته صعبه ولا مذاكرته سهله؟ انا هقول لك ازاي تذاكر المقالي. اول حاجه عندنا معظم الكتب في كليه الحقوق بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن عناصر. يعني ايه عباره عن عناصر؟ يعني عباره عن اسئله، والاسئله دي ايه؟ يعني عباره عن اسئله ازاي؟ موضوعات. القانون عندك الموضوع بيتكلم مثلا في 5 فصول، كل فصل بيتكلم عن وليكن موضوع معين، اجراءات مش عارف كذا، والتاني شكل كذا، والتالت كذا، والرابع كذا. كل حاجه من دول بتتكلم، كل موضوع من دول بيبقى تحتيه عناصر. تمام؟ كل عنصر من دول انت اهم حاجه مطالب بيها انك تحفظ العناصر اللي تحت كل موضوع. طب هو انا مطالب بحفظ العناصر دي معناها ان انا ما افهمش؟ لا طبعا، ده انت لازم تفهم العنصر وتحفظه. طب يعني انا افهم الاول ولا احفظ الاول؟ لا، تفهم الاول. طب ليه افهم واحفظ العنصر؟
تفهم العنصر الاول، لان انت هتيجي في الامتحان وارد انك تنسى عنصر، مثلا بيبقوا مثلا 8 عناصر 7 عناصر، فانت السبع عناصر او 8 عناصر مطالب بيهم في الامتحان، لان هو بيقول لك اكتب في كذا، بيجيب لك موضوع من الموضوعات ويقول لك اكتب في كذا، فانت هتعمل ايه؟ فانت لازم تكون فاهم العناصر دي كويس جدا عشان تعرف تجاوب. طيب انا دلوقتي فاهم العنصر بس نسيت العنصر، نسيت حفظه. ايوه، هو انا بقول لك افهم عشان كده، عشان لو نسيته تقدر تكتب مثلا 5 كلمات 6 كلمات بيعبروا عن العنصر اللي انت نسيته، فتقدر تاخد الدرجه كامله. طيب هو انا بالنسبه للعناصر في حاجه تانية مطالب بيها غير ان انا احفظ العناصر؟ طبعا انت مطالب بانك تمسك القلم والورقه. مش محتاج اقول لك ان اهم حاجه في امتحان المقالي عشان تقدر تتعود عليه انك تمسك القلم والورقه، لان انت في الامتحان هتيجي في وقت من الاوقات هتلاقي نفسك نسيت الكلام وهتلاقي ايدك بتكتب لوحدها. ده بيحصل؟ طبعا بيحصل. طيب بالنسبه لموضوع انك انت تكتب العناصر، بص انا بنصحك بحاجه في موضوع كتابه العناصر، ان انت تكتب العناصر اللي انت هتكتبها في ورقه او في كشكول مستقل، اعمله وسميه كشكول العناصر. طيب ليه هسميه كشكول العناصر؟ لانه هيبقى مرجع بالنسبه لك ترجع له بعد كده وانت بتذاكر. يعني ايه؟ انا دلوقتي ذاكرت مره تمام، فمحتاج هذاكر تاني مره، او محتاج المره الثانيه اللي انا هذاكرها ايام الامتحانات. طيب هعمل فيها ايه؟ هتبدا تجيب الكشكول ده وتبدا تراجع العناصر. انا والله هذاكر دلوقتي او حالا، لان كده الوقت بيبقى ضيق، فانا هذاكر والله حاليا هذاكر ايه؟ هذاكر الموضوع الفلاني. طب الموضوع الفلاني قبل ما اذاكره هبدا اجيب العناصر اللي انا اصلا كنت فاهمها، اقرا العناصر فتبدا تفكرني بالموضوع، فلما ارجع اذاكر الموضوع الاقي نفسي بذاكره ايه؟ بسهوله، مش هلاقي نفسي متعسر فيه. فانت هات كشكول وانت بتكتب كده في المنهج وانت بتحفظ العناصر، حاول تحفظها وانت بتحفظها، بعد ما تنهي الموضوع اكتب العناصر بتاعته في الكشكول، واكتب ان ده بتاع الموضوع الفلاني. بعد كده الموضوع الثاني اقلب الصفحه، خد صفحه خد 2 خد 3 وسميه كشكول العناصر، هيبقى مرجع بالنسبه لك، هتقدر ترجع له بعد كده وهتقدر تذاكر بسهوله. طيب بس كده؟ لا، تحت كل عنصر بيبقى فيه جمله بتشير للعنصر. يعني ايه جمله؟ هو تحت كل عنصر فيه ايه؟ في مثلا ورقتين 3، في ورقه بتتكلم عن العنصر بتشرح العنصر كويس. طيب انا الورقه اللي بتتكلم عن العنصر دي انا هقدر اكتبها ازاي في الامتحان؟ وانا معقول افتكر الكلام ده كله؟ لا، مستحيل تفتكر الكلام ده كله. امال انا هعمل ايه؟ بص، تحت كل عنصر بيبقى فيه جمله بتفهمك مع كل الكلام اللي تحتها بيتكلم عليه. طيب الجمله دي اعمل ايه فيها؟ الجمله دي افهمها واحفظها زي اسمك، لان انت لو نسيت كل حاجه، لو افتكرت العنصر وافتكرت الجمله دي، فانت هتقدر تكتب كل حاجه بعد كده، هتقدر تكتب كل حاجه ليها علاقه بالعنصر. فانت اهم حاجه تحفظها، دور على الجمله اللي تهمك من تحت العنصر واحفظها وافهمها كويس جدا، وهتعلم عليها بالقلم الماركر هي والعنصر، عشان تقدر انك انت هتفتكرها ايام الامتحان. فانت لما تيجي ترجع للكتاب او ترجع للملزمه اللي انت بتذاكر منها وتبص للعنصر او تبص للكلام اللي مكتوب تحتها، انت مش محتاج اي حاجه، انت الموضوع بالنسبه لك بقى سهل جدا وهيبقى بسيط جدا وهتقدر انك انت ترجع له. طيب نصيحه كمان، حاول ما تعلمش بالقلم الماركر كتير في الكتاب او في الملزمه اللي انت بتذاكرها. ليه؟ لان انت هترجع تذاكر ايام الامتحانات. انا بتكلم على المقالي، انت هترجع تذاكر ايام الامتحانات. طيب انا هرجع اذاكر ايام الامتحانات، هل هتفتكر حاجه؟ لا، مش هتفتكر اي حاجه لو انت بتعلم بالقلم الماركر كتير. طب لو بتعلم قليل على الحاجات المهمه فقط، اللي هي العنصر والجمله اللي هي تحتيه اللي بتوضح لك الصفحه ولا الاثنين اللي هم مكتوبين تحت العنصر، لا كده هتقدر تفتكر كل حاجه وهتقدر تفهم المضمون. امتحان المقالي، ودي اخر حاجه اقولها لك، ان انا فهمتك هتذاكر ازاي. هتذاكر يبقى انا عندي موضوع بيتكلم عن حاجه معينه، فالموضوع ده هيبقى تحتيه عنصر 2 3 4 وهكذا. العناصر دي انا بحفظها زي اسمي وبكتبها في ورقه مستقله، ادي واحد. الحاجه الثانيه، وبعلم على العناصر دي بالقلم الماركر. الحاجه الثانيه، تحت كل عنصر من دول في جمله معينه بتفهمني العنصر، الجمله دي احفظها صم زي اسمك، طبعا تبقى فاهمها مع انك مع حفظها صم زي اسمك، ويا سلام لو عرفت تطلعها في كشكول مستقل توضح لك العنصر، تمام، هيبقى زي الفل. لان انت لو نسيت اللي تحت العنصر في الامتحان هتفتكر دي، وهي دي اللي هتفكرك بالامثله وهتفكرك بكل حاجه وتقدر تجيب درجه عاليه جدا، تمام. لان الامتحان المقالي الميزه الاساسيه اللي فيه ان ما بيتمش تعليم كل كلمه، انت لو كاتب في المضمون خلاص هو تمام، اهم حاجه يتاكد انك بتصيغ صح والموضوع خلص. دي حاجه. الحاجه الثانيه، وانت بتعلم بالماركر، انت طبعا انت هتعلم على العناصر وهتعلم على الجمله اللي انا قلت لك عليها، وانت بتعلم بالماركر في الكشكول، حاول وانت بتعلم في الملزمه او في الكتاب حاول ما تعلمش كتير، عشان زي ما بقول لك لما ترجع تفتكر او ترجع تذاكر تلاقي الموضوع مش صعب.
بس كل ده اللي هيهمك في موضوع المقالي والبابل شيت بس. شكرا جزيلا.